واحد بيتكلم نص في المية صح والباقي كله غلط. علم الارقام، مش عايزه اقول علم الجفر لان برضو في حاجات كتير جوه. لو هم مثلا 10 مدربين، واحد بيتكلم نص في المية صح والباقي كله غلط. كان في مره واحد ساحر كل حياته عباره عن ارقام، الكون بيكلمنا بالارقام. هو بيقول لك كده، انا بقولها هو بقى اي حد يقول لك كرري ابعدي عنه. حتى في الاوراد، حتى في الاوراد اي حد يقول لك كرري بعيد عن كلام ربنا ما تسمعيش كلامه، اسمعوا كلام انا والله. اصل كرري مش عارفه ايه 7 مرات حتى لو ايات في القران، هو ربنا قال لنا ده. بس في ارقام في التكرار مذكوره عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في حاجات قال 7 مرات. انت قلتي فين عن هدي ايه النبي؟ انت قلتي طب لو زودتي غلط. هو حسب انا نيتي ايه يعني. انا مثلا دلوقتي بقول اذكار الصباح والمساء، فانا ملتزمه باللي كان سيدنا النبي بيعمله. طبعا طب زودتي حاجه عليها؟ لو انا عايزه طول ما انا ماشيه اذكر الله فعملت 2000 عادي. في الكلام يقول لك حولي الحروف لارقام. انا عايزه اسال بس سؤال في اللي بيعمل لنا. هو ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه في القران؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض. انا اللي بدي الرقم طاقه، والله انا طاقتي اللي بتطفو على رقم وتطفو على حرف. امتى صدق 100%؟ لو ربنا اللي قال لي كده، تركت لكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. ايه؟ كتاب ربنا وسنه رسوله.